السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واقعتنا النهاردة من مدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة. صالون حلاقة، صالون عادي خالص، الناس بتدخل علشان خاطر تحلق فيه. كلنا عارفين طبعا انك بتروح تقضي اي مصلحة في اي مكان بيكون لك الدور. رحت بنك يعني بتدخل بدورك، شهر عقاري بتدخل بدورك، هو ده النظام. فنفس الكلام لما بنيجي ندخل صالون حلاقه ونلاقي 2 3 قاعدين، بستنى لما ال3 يخلصوا وبعدين بدخل انا الدور عليا. اللي حصل هنا ان في 2 من دوله، يعني احدى الدول الافريقيه، دخلوا علشان خاطر يحلقوا. واحد عنده 30 سنه وواحد عنده 50 سنه، الاتنين ما يعرفوش بعض. هو اللي حصل هنا ان الشاب اللي عنده 30 سنه جه قبل الراجل اللي عنده 50 سنه وقاعد، ولكن بعد ما عدى الوقت والصناعيه قاعدين يحلقوا للزباين، فاللي عنده 30 سنة سأل صاحب المحل بيقول له عندك حمام في المحل؟ قال له لا. طب انا عايز يعني اقضي حاجتي. قال له في جامع في المكان الفلاني، وصف له الجامع علشان خاطر يروح يقضي حاجته ويرجع. اللي حصل هنا ان الشاب اللي عنده 30 سنة دوت خد بعضه وراح الجامع وقضى حاجته ورجع، ولكن لما رجع لقى الراجل اللي عنده 50 سنة اللي كان قاعد والدور عليه بعديه هو قاعد وخد خلاص دوره وقاعد عشان خاطر يحلق. ليه؟ لان في واحد قام، فبدل ما في واحد قام يبقى هو ده هيقعد مكانه الطبيعي، ولكن طبعا التاني مش موجود، ده في الحمام وغاب شويه. فطبعا هنا بقى اللي عنده 30 سنه جه يزعق له يقول له لا ده مكان، ده دوري انا، انت قاعد ليه؟ انت ايه اللي قعدك؟ انت تستناني لما انا اجي لان هو ده دوري انا. قال له لا، الكرسي فضي وانت مش موجود، انا اللي هقعد عليه وانا يبقى الدور عليا انا. قعدوا شدوا مع بعض هما الاتنين، كلمه من هنا كلمه من هنا، مفيش واحد فيهم عايز يتنازل عن التاني، بالرغم ان الحلاقه كلها ما بتاخدش 10 دقايق ولا ربع ساعه. محدش فيهم صبر على التاني، قعدوا يزعقوا لبعض. الزباين قعدت تحاول تهدي بينهم هما الاتنين. صاحب المحل يا جماعه يعني اهدوا شويه، هي كلها 10 دقايق، حد فيكم يتنازل عن التاني، ولكن مفيش فايده. ولكن الفجأة هنا اللي حصل ان الراجل اللي عنده 50 سنة اللي هو الكبير طلع مطوة من جيبه، ماشي معاه سلاح ابيض في جيبه، دي الحاجة الغريبة. راح مطلع مطوة من جيبه وراح ضارب مرة واحدة الشاب اللي عنده 30 سنة. هي ضربة جت على طول في قلبه، يعني لسوء حظه الاسود ان الضربة جت في قلبه وقعته في ساعتها ساكت، مات في ساعتها على طول. قبل ما هم ينقلوه يدوه المستشفى ولا حاجة كان هو مات، والتاني خد بعضه وجري هرب على طول. هنا على طول صاحب المحل والناس اللي موجودة والزباين والدنيا اتلمت وبلغوا الأجهزة الأمنية اللي جت. الشرطة هنا على طول بدأت إن هي تفرغ في الكاميرات لغاية ما تتبعوا طريقه ومكانه، وتم القبض عليه خلال ساعات. تعالى بقى أنت اللي عملت كده. اعترف طبعا بالواقع لأن في كذا واحد شاهد عليه والكاميرات مصوراه، وقال أيوه أنا اللي عملت كده علشان خاطر عايز ياخد مكاني بعد ما أنا قعدت. هو خرج راح يعمل حمام وأنا قعدت. هو بقى يقول لك دوري ومش دوري، ولكن الموضوع كله هنا ما يستاهلش للدرجه دي. هي كلها 10 دقايق ولا ربع ساعه. ده انت لو ما حلقتش خالص يا عم النهارده، يعني الواحد ممكن ساعات بيأجل الحلاقه باليومين 3، خلاص يعني جت على الربع ساعه ديت ترتكب الجريمه والواقعه ديت. على ايه ده كله يعني؟ ليه ما بقيناش دلوقتي نصبر على بعض كده؟ يعني اقل حاجه على طول نطلع السكينه ونضرب ونقتل، وماشي في الشارع معاك سكينه ولا معاك مطوه في جيبك. طبعا تم القبض عليه، وده طبعا اخرتك هتكون كده ايه، الله اعلم بقى، كده فيها مؤبد ولا علشان خاطر يعني ده كده يعتبر يعني مشاجره ادت الى او افضى الى الموت. وطبعا ده كده يعني نهايته هتكون ايه؟ مؤبد. وحاليا في تحقيقات النيابه، والله اعلم بقى بمصيره هيكون ايه. لله الامر من قبل ومن بعد. بشكركم جدا، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.